بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم. دعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل، آمين يا رب العالمين. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. ومنتظر تعليقاتكم طبعا. هبدأ بحاجة عجبتني بصراحة، فقرة للكابتن فاروق جعفر مع ميدو في البرنامج بتاعه امبارح. حب يكسب بونت على النادي الاهلي، طبعا فرد نفسه امام جماهير نادي الزمالك، وانا بعت نفسي وخبطت في النادي الاهلي، ومسؤولين في نادي الزمالك خدوا الفيديو وبعتوه لمسؤولين كبار في الدوله وقالوا لي ده ما يصحش، والسنه مستعد اعمل كده تاني. والمشكله ان انت لما تيجي تفكر تعمل حاجه لنادي الزمالك تلاقي في ناس مسؤولين في نادي الزمالك يرجعوك 10 خط. كلام بتاع ميدو، بتاع افلام، بتاع رسمي يعني. وللاسف جمهور نادي الزمالك بيحب الحاجات دي، يعني بيحب مالناش دعوه. المهم ميدو امبارح كان مستضيف الكابتن مين؟ كابتن فاروق جعفر. اتكلم ميدو وسأل عن الفترة ما بعد النكسة، ليه الأهلي أحسن من الزمالك في الفترة اللي بعد النكسة دي؟ هل ده بسبب إن كان مدعوم سياسيا، وإن كان ده الدولة وكان في ناس سياسيا بتدعم النادي الأهلي والزمالك لأ؟ يعني عاوز برضو شغل أفلام بياخدها شهادة من الكابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر ردها في صدره وردها في صدر كل زملكاوي، وقال له احنا كنا لما بنعمل معسكرات في اتحاد الكوره لما كان الزمالك يعني بنعمل معسكرات، كنا بنروح ناكل في النادي الاهلي. كنت بتاكل فين يا كابتن فاروق؟ وميدو عدها ما وقفش، عدى مرتين كابتن. اما نسمع كده الكابتن فاروق جعفر بيقول ايه عن اكل لعيبه نادي الزمالك في النادي الاهلي. 69 بدأوا يعملوا مباريات الناشئين او قطاعات الناشئين. بدأنا نشتغل قطاعات وكان والدك موجود. ميدو كان نسمع كده. النكسه اللي الدوري هو وقف فيها لسنوات، ثم بعد كده رجع مره ثانيه. ايه السبب؟ لان ده تاريخيا انا حضرتك من الناس اللي عشتهم كلاعب في الفتره دي. ايه السبب اللي خلى الزمالك ينهار في فتره ما بعد النكسه لمده 10 سنوات؟ ايه السبب؟ وايه السبب اللي في رايك اللي رجع الاهلي؟ اللي خلى يعني ايه السبب؟ هل ان الزمالك ما عرفش يبني جيل من الاشبال في الوقت ده، ولا زي ما في ناس كتير بتقول ان في الوقت ده كان في تدخلات سياسيه لصالح الاهلي؟ شوف بيبنوا فشلهم على اي حاجه. راجل معاش ميدو، بس عاوز نخترع حاجه ناخدها من الكابتن فاروق جعفر، شهاده الكابتن ان كان في تدخلات سياسيه. الناس بتقول مين الناس دول؟ تدخلات سياسيه مين يا عم؟ ده انت من قبل الفاروق، بعد الكابتن قبل النكسه الاخ عبد الحكيم عامر كان ظبط نادي الزمالك، وبعد النكسه الراجل قال لك الامور الماديه في النادي الاهلي، يعني احنا من زمان واحنا الحمد لله مرتاحين، وانتوا تيجوا تاكلوا عندنا يا ميدو. اسمع الكابتن فاروق جعفر بيقول لك ايه. عاوز تودي القصه الاهلي انا هحكي لك. الاخ ده اللي طلع قبل كده في البرنامج ده قبل كده كان عاوز يغير نظريه المؤامره، وازاي الاهلي مدعوم، وعشان ده بيرسخ لفكره نظريه المؤامره، وبيرسخ لفكره ان الاهلي، ان احنا كزملكاويه مهما عملنا في الزمالك الاهلي مدعوم سياسيا، فبالتالي احنا فاشلين يا حسنين غصب عننا مش بمزاجنا. يعني احنا في الفتره بتاعت نكسه 67 الكره وقفت. لما الكره وقفت قعدنا حوالي سنه بنتمرن، ما فيش اي نشاطات، ما فيش اي مسابقات. سنه 68 69 بداوا يعملوا مباريات الناشئين او قطاعات الناشئين. بدانا نشتغل قطاعات وكان والدك موجود الله يرحمه، وكنا بنشتغل قطاعات الناشئين. احنا كنا تحت 15 16 سنه، وكان في لغايه 20 سنه، والفرق دي كانت بتشتغل بشكل كويس. اشتغلنا في الفتره دي، وكنا الامكانيات، عشان انت مثلا هتروح اقرب حاجه هتروح تلعب مثلا نادي مثلا بنك مصر، البنك الاهلي. البنك الاهلي ده كان في امبابه، في كتكات اللي هو مكانه دلوقتي بالظبط. يعني كان الانديه بتروحها، وبنروح ايه ساعات النادي ياجر اتوبيس، النادي مثلا ياجر التاكسيات، الناس المحبين للنادي يركبونا نوصل كده الحاجات دي، لكن امكانيات كانش عندهم يروحوا. ده الكلام ده في امتى؟ 69 70
ما بنتكلمش مثلا عن 69 68 او بيتكلم بقى 68 بعد النكسه، 67 نكسه، 68 69 يقول لك كانوا بنركب اتوبيسات او كان في بنركب تاكسيات ونركب مش عارف ايه. اسمع يا سيدي، الماديه ما كانتش، انا بتكلم بصفتي انا راجل زملكاوي، وانا راجل اعتبر عشت في النادي ده من بدايه حياتي لنهايه حياتي، يعني انا موجود في النادي. النادي عندنا ما كانش احسن حاجه في التوقيت ده، ما كانش احسن حاجه، ولكن كانت احسن شخصيات موجوده. بتكلم عن الناحيه الماديه. كان الشخصيات اسماء كبار بتدعم نادي مدار نادي الزمالك وموجوده في نادي الزمالك زي ما بيقول، بس النواحي الماديه لا، ما كانتش احسن حاجه. لكن احسن شخصيات كانت موجوده كانت في نادي الزمالك. على الاقل الشخصيات دي كانت بتساعدك بشكل كويس. يعني احنا لما خدنا ثانويه عامه مثلا، النادي عندنا بقى ايه، او الناس المسؤوله في النادي عايزين يودونا احنا، بيختارونا كليه ايه، وانا مثلا عايز اروح اقول كليه كذا، يجي الكابتن حلمي الله يرحمه، والكابتن حلمي ده يعتبر هو يعني القيمه الكبيره في نادي الزمالك، في تاريخ نادي الزمالك. في كان اساتذه كتير جدا، يعني انا اللي انا حضرتهم مثلا المستشار توفيق الخيشر، حسن بيه ابو الفتوح، الكابتن حلمي. عشنا مع ناس كتير جدا، اسامي كبيره واسامي يعني ليها ادوار في تاريخ نادي الزمالك، ولكن احنا ظروفنا الماديه ما كانتش احسن حاجه. ظروف يعني النادي الماديه مقارنه بالاهلي دي حاجه من زمان، ده حاجه من زمان من قديم الازل وانتوا كده. اسمها ايه يا عم؟ هي اساسا ايه بتاعت المكان ده؟ الرأي عزم لا، ما كان اسمها ايه؟ اسمع، مقارنه بالنادي الاهلي، مقارنه بالنادي الاهلي ميدو من قبل الرعايات، ولكن احنا ظروفنا الماديه ما كانتش احسن حاجه. ظروف يعني النادي الماديه مقارنه بالاهلي. احنا ما كنتش بقى، احنا كنا صغيرين ما كناش بنحس ده. احنا كنا بنحس ده لما كنا بنعمل معسكر في اتحاد الكوره ونروح ناكل في النادي الاهلي. تروح تاكل في النادي الاهلي. انت حسيت لما كنا بنحس ده بالفرق ده لما كنا نروح يعني قصه الفلوس وقصه مش من قديم، مش النهارده، من زمان يا حسنين. كنا بنحس بالفرق ده لما نعمل معسكر في اتحاد الكوره ونروح ناكل في النادي الاهلي تاني، ونروح ناكل في النادي الاهلي. عادها مرتين. يجي واحد زملكاوي يقول لك الاهلي وفلوس، واللي وزع، والاخ عفيفي والكلمتين اللي بيبيعهم لجماهير نادي الزمالك، واللي وزع الفلوس هو اللي بيوزع البطولات والكلمتين اللي طب بس هل كده بس؟ برضه الكابتن فاروق جعفر راجل محترم تحدث عن فكره اللي هم بيقولوا لي على طول، يعني الزملكاويه والاسماعيليه، احنا اولاد عم الاسماعيلي، واحنا اللي احتضننا الاسماعيلي، واحنا اللي فتحنا حضننا الاسماعيلي، راح للنادي الاهلي فقال له لا، وهذا كذبا. هم لما راحوا لنادي الزمالك، ومش نادي الزمالك اللي قال لهم تعالوا، ده الدوله اللي قالت لنادي الزمالك خلي الاسماعيلي عندك. اسمع كده الكابتن فاروق ميدو بيقول له بتوجيهات من مين؟ بتوجيهات من الدوله. اسمع كده. عايشين في نادي الزمالك في المقصوره بتاعت نادي الزمالك. يعني انت لما بتيجي تلعب مباراه وديه لازم ننسق مع الاسماعيلي. يعني ما تقدرش تلعب في الملعب الكبير مباراه على طول، ده تقول مثلا تعالوا لنا بكره مثلا او بعد بكره، لا، تقول للاسماعيلي هتمرن الساعه كام لو عنده مباراه وديه. يعني كان يعني مشاركينا في ودي كانت باوامر من كابتن محمد حسن حلمي ولا اوامر من الدوله ان لازم الاسماعيلي يبقى موجود هنا؟ طبعا، وكان موجود وكان بيعيش احسن. ميدو عاوز يعني يرسخ لفكره اللي الكابتن محمد حسن حلمي بيحب الاسماعيلي وعلاقتنا من زمان بالاسماعيلي واحتضن الاسماعيلي. طب الاسماعيلي كان موجود عندنا باوامر من الكابتن حسن حلمي يعني ولا باوامر من الدوله؟ فقال له الدوله. يعني انت مالكش خير على نادي الاسماعيلي. النظريه واللي انت بقالك سنه عمال 100 سنه ايه؟ من ساعه ما اتولدنا بنقول احنا اللي احتضنا واحنا اللي فتحنا باب للاسماعيلي. انت مين يا حبيبي؟ انت اساسا نادي الدوله، وانت كمسؤولين بتاعك مش محمد حسن حلمي اللي قال للاسماعيلي تعالى، ده الدوله اللي قالته تعالى. وكان بيجي الاسماعيلي دعم وهو موجود نازل من الدوله. اسمع الكابتن فاروق جعفر بيقول لك ايه. اسمع حبيبي، ده ما فاروق جعفر قتل كل الاوهام بتوعنا. انا في اعتقادي ان برضه خد البطوله الافريقيه وفي نادي 69 وفي نادي الزمالك. اكتشفنا لعيبه على مستوى عالي جدا في نادي الزمالك، كان هم علاقتنا بيهم ايه يا معلم؟ لسه عندك نظريات مؤامره ثانيه واكاذيب. الاسطوره بتاعتك الكابتن فاروق جعفر بينسفها. قصه البطولات الافريقيه ملك الغطس كابتن فاروق جعفر. قصه البطولات الافريقيه طرد، بنرشي الحكام يدينا طرد او يدي المنافسين طرد او يحسب لنا ضربه جزاء وندي له بوكت ماني $1000. ده الكابتن فاروق جعفر. الاسماعيلي احنا فتحنا مبنى للاسماعيلي والاهلي قال له لا، الدوله هي اللي قالت الاسماعيلي يبقى موجود هنا، لا الاهلي قال لا ولا الزمالك يقدر يقول لا ولا الاهلي يقدر يقول لا، الدوله قالت الاسماعيلي يبقى موجود هنا.
طب الاهلي في بعد النكسه كان بيتجامل سياسيا يعني وبتاع، قال لك لا ده احنا ماديا كنا واعيين، والاهلي كنا بنحسب الفرق ده لما كنا بنعمل معسكر ونروح ناكل فين؟ في النادي الاهلي. الاهلي فاتح بقى التكيه بتاعه النادي الاهلي مفتوحه لنادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، وبعد كده حد يجي يتنطط عليك ويجي يقول لك كاني وماني. يا عم الحاج ده احنا في كارثه. اسمع يا عم الحاج، تعالوا بقى كده ناخد اخبارنا سريعا. كتر خيرك كده لحد كده يا كابتن، فبقى عملت الواجب وزياده يعني. النادي الاهلي بيعلن من خلال الموقع الرسمي عن تطعيم فريق النادي الاهلي ضد فيروس ضد فيروس ايه بسبب اصابه امام عاشور بفيروس ايه، وقال لك ايه بالتنسيق مع احدى الشركات المتميزه في هذا المجال، وذلك للحفاظ على الصحه العامه واتخاذ الاجراءات الوقائيه التي تضمن سلامه الفريق. واضاف ان النادي الكابتن وليد صلاح الدين طبعا، واضاف ان النادي الاهلي يحرص دائما على تطبيق الاجراءات الطبيه اللازمه. ده تحصين ضد تطعيم ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي. ربنا يشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. ايضا بالنسبه للنادي الاهلي منصه تعليميه، منصه النادي الاهلي التعليميه. النادي الاهلي بيعلن ايضا على الموقع الرسمي للنادي عن التنسيق وتوقيع اتفاقيه مع منصه يوث التعليميه. اعلنت شركه النادي الاهلي لكره القدم عن توقيع اتفاقيه تعاون مع منصه يوث التعليميه، والتي تاتي في المرتبه الاولى عربيا، وذلك لانشاء منصه تعليميه رقميه متكامله تحمل اسم المنصه التعليميه للنادي الاهلي في خطوه استراتيجيه تهدف في المقام الاول الى تطوير منظومه المعرفه الرياضيه وتعزيز الجانب التعليمي في مجالات الاداره والتسويق والتدريب الرياضي. تقوم المنصه الجديده للنادي الاهلي بتقديم محتوى تعليمي وتدريبي متخصص يعتمد على الخبرات المتراكمه، ويستهدف الشباب والكوادر العامله في المجال الرياضي داخل مصر وخارجها، بما يسهم في اعداد جيل جديد من القاده والمهنيين في مختلف تخصصات الرياضه. واكد مسؤول شركه النادي الاهلي على ان هذه المبادره تاتي ضمن رؤيه الشركه لتحول الى مركز اقليمي رائد للتعليم الرياضي في شرق. النادي الاهلي في حته ثانيه يا عم، النادي الاهلي في حته ثانيه. بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا مفيش وجه للمقارنه بين النادي الاهلي وبين اي نادي ثاني يعني. السكواد او القائمه الخاصه بمباراه النادي الاهلي وبتروجيت، قائمه النادي الاهلي مباراه بتروجيت غدا الساعه 8 ان شاء الله، اعلن عنها المدير الفني ياث تروب. محمد الشناوي بيعود من جديد للقائمه، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحه، وياسين مرعي، وعمر كمال عبد الواحد، واحمد رمضان بيكا، ومحمد علي بن رمضان، وياسر ابراهيم، وتريزيجيه، جراديشار، واحمد عبد القادر، ومحمد شكري، وبن شرقي، اشرف بن شرقي، ومحمد مجدي قفشه، والعش مصطفى العش، واليو ديانج، وزيزو، وكريم فؤاد، كريم هل ده كريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، وهاني محمد هاني، ومحمد عبد الله. كل التوفيق باذن رب العالمين للنادي الاهلي غدا باذن رب العالمين. طبعا ترتيب الدوري في هذا التوقيت يعني بعد الاهلي لسه ما لعبش، يعني لسه له مباراه اقل من نادي سيراميكا. سيراميكا لعب وحاليا هو بيتصدر جدول الدوري ب 23 نقطه، النادي الاهلي في المركز الثاني 21 نقطه، المصري في المركز الثالث، الزمالك نزل خامس بقى يعني. لكن ان شاء الله بكره باذن رب العالمين نفوز على بتروجيت باذن رب العالمين، وانا اعود ونتصدر جدول ترتيب الدوري مره اخرى باذن رب العالمين. بالنسبه لمرتضى منصور ونادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك لم يتقدم بطعن او لا يلجا الى محكمه القضاء الاداري علشان يرجع الارض. مرتضى منصور هو اللي اخذ على عاتقه عوده ارض نادي الزمالك، تقدم ب يعني طعن ضد قرار وزير الاسكان والمجتمعات والمرافق والمجتمعات العمرانيه بسبب سحب الارض. قررت محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله احاله الطعن المقام من مرتضى منصور واخرين ضد وزير الاسكان واخرين بسبب سحب الارض. قررت احاله الطعن الى هيئه مفوضي الدوله لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها. وحددت محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله حددت جلسه 13 يناير المقبل لايداع التقرير.
مرتضى منصور هو اللي شغال اكتر من المجلس ده ما شغال للامانه يعني. الجماعه الزملكاويه دول طيبين قوي يا خالد، بيمشوا ورا اي حاجه، ورا اي كذبه. شفنا قصه طبعا دونجا والحدوته والاتهامات للنادي الاهلي، والاهلي هو اللي حرك، والاهلي هو اللي عمل، واتحاد الكره بيجامل النادي الاهلي رغم ان الزمان. واكاذيب خالد غندور يقول لك بعد الماتش على طول السنه اللي فاتت يقول لك تم وقف الثلاثي، من اسبوع يقول لك لا ده كلام سوشيال ميديا يقول كده لجان، يعني بيعترف بنفسه على ذات نفسه يقول ان هو لجنه. عبد الناصر محمد يقول لك ما جالناش قرار. عمرو ابو العز المدير الاداري وصل يقول لك القرار الايقاف وصل على الايميل الرسمي بتاع نازل. والجمهور بقى يقول لك ده احنا مظلومين ومؤامرات واحنا ننسحب من السوبر، ده دونجا اللي عامل لهم حرقان وننسحب من السوبر. وطالما هي كده يبقى هم بيخدموا على النادي، وزيطه وزنبليطه في حدوته منتهيه من سنه. عملوا فيلم بيزوروا التاريخ اللي احنا عشناه في اقرب من سنه، فما بالكم زي ما ميدو عايزين يزوروا التاريخ بقى بعشرات السنين اللي قبل كده وقبل ما نتولد كمان. يعني حوالي يقول لك قالوا ان الاهلي بيجامل سياسيا، رسخ كابتن فاروق جد قالوا في وشنا كلنا بنروح ناكل في النادي الاهلي يا ابني، نروح ناكل في النادي الاهلي. نفس القصه في المستشار القانوني لنادي الزمالك اسمه محمود متولي، اسمه محمد متولي. حلو، كتب بوست قلته لحضراتكم امبارح، بيتكلم بقى ازاي يتم الايقاف 4 مباريات بس في السوبر، لازم يتم الايقاف في كل البطولات، دوري وسوبر وبتاع ومش عارف ايه، من غير المنطقي او المتصور قانونا ان يفرض عليه ايقاف لمده 4 مباريات تنفيذا حصل في كاس السوبر الا. حلو، فالاستاذ عمرو الدرديري خد كلام الاستاذ محمد متولي مستشار القانون في نادي الزمالك على ان هو ده الصحيح، وانه عكس اللي كده غلط، وان احنا لو ما طبقناش اللي قاله الاستاذ محمد متولي ده كده احنا متاخرين. وقال لك بما ان اللائحه اللي هو معترض عليها الاستاذ محمد متولي هي كده وهو رايه مخالف، فالاستاذ عمرو بيقول لك وعايزيننا نبقى زي المغرب. يعني بيعتمد على كلام المستشار القانوني النادي الزمالك في ان الكره المصريه خربانه. ما هي خربانه، بس هو عايز يلجا لك الاستاذ اللي هو عنده الراي الصواب. والاستاذ حلو، والاستاذ عمرو الدرديري هل عرف ولا ما عرفش ان الاستاذ محمد متولي حذف البوست بتاعه لانه مليء بالاخطاء؟ فانت بتشيد باخطاء وتقول لنا عايزين نتقدم بالاخطاء. طب ما تراجع اسال الاستاذ عمرو الدرديري، شغال في الاهرام، نائب رئيس تحرير الاهرام تقريبا، منصب كبير يعني. يا جماعه عشان كده احنا وعايزيننا نبقى زي المغرب احنا يا عم عمرو. لما حضرتك مع احترامنا لشخصك، حضرتك شخص مهذب وتمام، بس طريقتك وارائك انك تتدرج في الاراء. لما حضرتك تكون موجود في المنصب عايزيننا نبقى زي المغرب، حضرتك عمرنا ما هنبقى زي المغرب لان انت موجود في المنصب بتاعك ده يا كابتن يا استاذ عمرو. يعني عدد من لاعبي نادي الزمالك كالعاده ناس طيبين جوا خال، اللي عليه فلوس واللي مديون وبتاع ومش عارف ايه وعايزين مستحقاتهم، واللي بيستلف من زميله واللي بتاع مش عارف ايه. ده بعض لاعبي النادي الاهلي سلفوا لعيبه من نادي الزمالك يا عم الحاج، اصدقائهم يعني. المهم بعض اللعيبه استفسروا عن مستحقاتهم المتاخره من هشام نصر، قال لهم ان شاء الله خير. كلموا جون ادوارد، لا ان شاء الله خير باذن الله وبتاع، هتاخدوا مستحق ليك وهتاخدوا مع الزمن. كل مره يوعدوهم ويخلفوا. طيب اتحاد الكره المصري زي ما الزمالك لسه ما سددش مديونيه بتاعه السوبر وما سددش مديونيات كتير عليه، الاتحاد المصري لكره الطائره بيدي مهله لنادي الزمالك اسبوعين. الاسبوعين دول ليه؟ علشان نادي الزمالك يسدد المبالغ المستحقه على نادي الزمالك على لاعبي الفريق محمد عادل دوله واحمد فتحي قبل اتخاذ قرار بايقاف الثنائي عن المشاركه في المنافسات الرسميه. قال لك اتحاد الطائره سلم اللعيبه الكارنيهات بتاعت الموسم الجديد بعد وعد والوعد ده اغنيه بعد وعد من مسؤولي الزمالك بسداد المديونيات خلال المهله المحدده من الاتحاد وحرصا على مصلحه عناصر اللعبه. قال لك ايه؟ ويستحق الاتحاد المصري للكره الطائره مبلغ 150,000 جنيه كمديونيه على اللاعب محمد عادل دوله و100,000 جنيه على اللاعب احمد فتحي. حلو، والزمالك قال لك ان شاء الله تمام التمام. اللاعيبه دول تم معاقبتهم في وقت ساعه على خلفيه ازمه السفر لدوله الامارات دون الحصول على قرار وزاري للمشاركه. دول خد بالك يا معلم، دول اللعيبه اللي كانوا موقوفين سنه. الزمالك تظلم فاتحاد الكره رفع الايقاف بتاعهم واكتفى بالغرامه الماليه. حتى الغرامه الماليه كمان نادي الزمالك مش عاوز يدفعها، مش عاوزين يدفعها.
تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق بيفجر مفاجاه ان حسين لبيب عايز ينط من المركب، وقال لك انه قابل وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي علشان يتقدم باستقالته. الدكتور اشرف صبحي قال له لا لا مش صباح، مش اغنيه صباح، لا. قال لك قال تامر عبد الحميد حسين لبيب قابل امبارح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مكتبه العاصمه الاداريه وقدم استقالته رسميا، لكن الوزير رفضها وقال ان القانون بيشترط ان تكون مسببه، يعني لازم يوضح اسبابها علشان يتم التحقيق فيها. وسالوا الوزير هل الخطوه دي مجلس الاداره على علم بها من عدمه، والوزير كمان نصحه انه يقدم الاستقاله للمجلس نفسه وهم اللي ليهم الحق يقبلوها او يرفضوها. وبعدها تتبع الجهه الاداريه المختصه في المواعيد القانونيه تروح الموقف دلوقتي متازم جدا ولسه التطورات جاريه. سالوا نادي الزمالك مصادر من الزمالك قال لك لا هو فعلا كان في جلسه بين حسين لبيب ووزير الشباب والرياضه يعني، لكن ما تطرقوش فيها لقصه الاستقاله. يعني ما فيش نيه لاي حد في مجلس اداره نادي الزمالك انه يستقيل، لو في استقاله تبقى استقاله جماعيه مش بشكل فردي يعني. وقال لك الجلسه بتاعت حسين لبيب والوزير كانت عشان ارض اكتوبر يعني، وبعدين الجلسه ما كانتش امبارح، كانت اول امبارح يعني. احنا اشاعات حوالين مجلس الاداره غير طبيعيه، والمجلس شغال بكل قوه لاعاده النادي الى وضعه الطبيعي. شغال فين؟ هو انت عندك اي ملف؟ ده انت لما عملت تنشئ الفرع الجديد رحت الشركه وخدت الفلوس حطيتها في حساب بنكي مشترك. لما حبيت تجيب فريق كوره رحت جايب مدير رياضي وانت مالكش اي علاقه ولا ليك سلطه على اللعيبه ولا على مين يمشي ومين يجي ولا على المدير الفني. تقول لي شغال مين يا عم الحاج يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انتشرت كلام بقى حوالين ارض بديله لنادي الزمالك، زي الوزير قال يا اما الارض ترجع وياخدوا ارض بديله في نفس المنطقه. نادي الزمالك مصادر من نادي الزمالك قال لك لسه ما فيش اي كلام، ده كان مجرد طرح من وزير الاسكان على نادي الزمالك، لكن احنا شايفين ان تخصيص ارض جديده يعني ده هيكلف الارض او هيكلف نادي الزمالك مبالغ وهكذا يعني. لكن احنا لسه ماشيين في القصه. بعض الانباء تتحدث على ان ربما خلال الايام القليله المقبله يتم تحديد جلسات لمحاكمه مجلس اداره نادي الزمالك بتهمه بيع الارض بتاعت نادي الزمالك. ليه يا عم الحاج؟ قال لك اتهامات كثيره يعني، منها بيع الارض بالامر المباشر، ما عملوش مناقصات ولا عملوا مزايده ولا نزلوا مناقصه يعني زي ما بيقولوا، بيع الارض بالامر المباشر. كمان شايفين ان بعض الاتهامات ده يعتبر نوع من انواع الاستيلاء على اموال الدوله، وهنشوف القصه دي هتوصل لحد فين، وهل في حد مدان في نادي الزمالك ولا لا يعني. في النهايه قبل ما نختم تعالوا نشوف تعليقات الناس الافاضل اللي الاكثر تعليقا على الأكثر تعليقا على آخر فيديو على هذه القناة. أول تعليق معانا للأستاذ الفاضل الأستاذ إسلام بيقول تحياتي ليك وعليكم السلام، حبك الله الذي أحببتنا فيه يا إسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإعلام بقى صعب جدا، كذب وتدليس، ربنا يعدينا منها على خير يا إسلام، اللهم آمين. التعليق التالي معانا للأستاذ المحترم الأستاذ سعد، يعني كلهم مش عارف ايه مع الاعتذار للفيلم. كميل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق النادي الأهلي في مباراة الغد والفوز بها في طريق لحصول بطولة الدوري العام المحببة للأهلي وجماهيره العظيمة. حسبي الله ونعم من الوكيل فيهم منظومة نادي بلطجة بدلا من تقديم المبادئ والاحترام. الأستاذ سعد المحترم الأستاذ كميل حسبي الله ونعم الوكيل فيهم نادي. التعليق التالي لصديقنا أحمد المصري بوغ أستاذ أحمد المصري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخطيب لا ولن يأتي مرتين، هو خطيب واحد بس. الكذب والتدليس والنفاق طبعهم. الأستاذة نادية يوسف التعليق التالي الأستاذة نادية لك رضا الهجاس عديم الإحساس ليس كل ما يحل هو مطلع أغنية الهجاص عديم الإحساس ليس كل ما يعرف يقال، نونجا وجو زي عدمه ولا له 30
لكن ما زال موجود والدرج مفتوح، بس الدرج بيخبوا فيه الجوابات اللي تضر نادي الزمالك، لكن بيخبوا فيه الجوابات اللي تفيد نادي الزمالك. يعني لما نخبي جواب دونجا فهي الزمالك هيلاعب دونجا، لما نخبي جواب الايقاف فالانديه مش هيبقى مثلا معنوياتها عاليه على نادي الزمالك فنخبي، فده لصالح نادي الزمالك. لكن عاوزين نضر النادي الاهلي فنخبي جوابات، الاهلي عايز ينظم بطوله افريقيا هنا فنخبي الجوابات. مستر صديقنا العزيز مستر قال لك ايه؟ قال لك طول الخطيب اعظم رئيس نادي، يا رب يا عالي انصر الاهلي، يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي، اللهم امين طول عمر. التعليق التالي اخر تعليق معانا للاستاذ بوشبرين فتحي. الاستاذ فتحي بيقول اتكلم وقال لك كما نداء وجه الى الصوره علي ملعب صفحتك الى مكانك وما زالك مشاهد يا حبيبي الاهلاويه ولكنك ساكن في قلوب التمليك وليس بالتاجير يا علول. طبعا كلنا بنحب علي معلول. خلال منافسات بطوله افريقيا التي تواكبت مع مونديال الانديه اصر سكان الجبليه على اختطاف اهم 8 لاعبين اهلاويه ترك الاهلي يشارك في اللجنه العالميه بالصف الثاني. انا بقول لك ده حاجه دي حاجه حصلت، ليس كل ما يعرف يقال بتاع. الحاجه الثانيه ان احنا لما لعبنا فتره التوقف الدوري كان عندنا موقوف عشان المنتخب بتاعنا بيلعب في الاولمبياد بتاع شوقي غريب، خد 6 لعيبه واشترطوا عشان ياجلوا مباراه النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا انهم يلعبوا في هذا التوقيت بدون هؤلاء اللعيبه علشان، والاهلي وافق. دلوقتي هنيجي من الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم عن بيراميدز والكابتن حلمي طولان والتاجيل لبيراميدز ايضا، فلسه في قصص. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شكرا على حسن المتابعه ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.